لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. رحيل توني عن الأهلي السعودي مستقبل المهاجم الإنجليزي يثير الجدل وسط جماهير النادي. اشتعلت منصات التواصل والجماهير الأهلوية بالجدل حول رحيل توني عن الأهلي السعودي بعد أن ترددت أنباء عن عروض من أندية إنجليزية ترغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ورغم ذلك جاءت تصريحات اللاعب الأخيرة لتضع حدا لكل التكهنات، مؤكدا تمسكه بالاستقرار في دوري روشن مع الأهلي ورغبته القوية في تحقيق النجاحات مع الفريق. هذا التصريح أثار حالة من الإثارة والغموض حول مستقبل أحد أهم مهاجمي الفريق وسط ترقب الجماهير لمعرفة ما إذا كان هناك مفاجآت قادمة في الانتقالات. حقيقة رحيل توني عن الأهلي السعودي. أكدت مصادر مقربة من اللاعب لصحيفة الميدان الرياضي أن توني لا يخطط للعودة إلى الدوري الإنجليزي وأنه متمسك بعقده مع الأهلي حتى يونيو 2028، وأن كل ما يشاع حول رحيل توني عن الأهلي السعودي مجرد شائعات. رغم اهتمامات أندية مثل تشيلسي وتوتنهام وضمه خلال يناير، يبدو أن المهاجم الإنجليزي يفضل الاستمرار مع الفريق، مؤكدا رغبته في تحقيق إنجازات جديدة مع الأهلي، ما يجعله عنصرا أساسيا في استراتيجيات الفريق الحالية والمستقبلية. لكن الانتقالات المقبلة سوف تكشف الكثير. يتمسك الألماني ماتيو ساسيلا المدير الفني للنادي بمهاجم إيفان توني كأحد الركائز الأساسية في التشكيلة. وجود توني في خط الهجوم يعزز الأداء الجماعي لفريق ويضمن خطط الأهلي لتحقيق أهداف في المنافسات المحلية والقارية، حيث يسعى المدير الفني لاستغلال قدراته الكبيرة في تسجيل الأهداف وصناعة اللعب. انضم توني إلى الأهلي في صيف 2024 قدما من بورنوفورد الإنجليزي بعد صفقة بلغت حوالي 40 مليون جنيه استرليني، مما يعكس الثقة الكبيرة في إمكانياته. منذ وصوله أصبح المهاجم الإنجليزي عنصرا مؤثرا مع الفريق ويسعى لتطوير مستواه والمساهمة في تحقيق النجاحات القادمة سواء على الصعيد الدوري أو البطولات القارية. رغم العروض الإنجليزية واهتمام الأندية الكبيرة، يبدو أن رحيل توني عن الأهلي ليس في خطته، وهو يؤكد رغبته في البقاء، مؤكدا التزامه بعقده ورغبته في النجاح مع الفريق. تبقى الجماهير الأهلاوية مترقبة كل جديد حول مستقبل مهاجمها الذي يشكل حجر الزاوية في خط الهجوم، ويبدو أنه سيواصل تقديم الأداء المميز في الدوري السعودي ومنافسات البطولات القادمة.